السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نكمل مع بعض الحلقات بتاعة العيد. انا عملت معاكم الكحك والبسكوت، النهارده هعمل لكم البيتي فور بطريقة سهلة جدا ومكونات مظبوطة جدا. اعملوها بالظبط بالمقادير اللي انا هقول عليها، هيطلع معاكم البيتي فور حلو جدا ودايب وناعم وفي نفس الوقت ماسك نفسه وما بيتكسرش في العلبة. اهم حاجة نلتزم بالمقادير اللي انا هقول عليها. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك. البوتفور قدامكم اهو دايب وحلو جدا وفي نفس الوقت ماسك نفسه وطعمه يجنن. يلا بينا نخش على المقادير. هنستخدم نص كيلو دقيق مخصص للكحك والبسكوت زي ما قلت لكم، او يكون دقيق فاخر او دقيق 5 نجوم، اهم حاجه يكون دقيق نضيف عشان يطلع معانا الحاجه كويسه. وهنستخدم في الكميه دي هناخد لها 175 جرام من السكر البودر و350 جرام من الزبده. الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، درجه حراره المطبخ اللي احنا هنستخدم فيه، ما تكونش ساقعه قوي عشان تبقى حلوه معانا في الضرب. لو ما فيش زبدة، أنا استخدمت زبدة فرن، لو ما فيش زبدة ممكن تستخدموا سمنة عادية هيطلع معانا برضو حلو جدا. أهم حاجة السمنة تكون ساقعة، ما تكونش سخنة، عشان لما تتضرب مع السكر تتحول اللون الكريمي ده وهتدينا نتيجة حلوة جدا. جربوها برضو بالزبدة أو بالسمنة، اللي موجود اشتغلوا بيه يعني عادي مفيش مشكلة. هنفضل نضرب الزبدة مع السكر كويس قوي لحد ما يتحول للون الكريمي، القوام الكريمي ده. هنستخدم بيضتين، هنحط بيضة لحد ما اول بيضه لحد ما تختفي، وبعد كده نحط البيضه التانية، وبعد كده نحط عليهم كيس الفانيليا السايل او البودر الموجود، وهنضربهم كويس قوي لحد ما نلاقي القوام بتاع الخليط كده حلو ومتجانس. هنشيل بقى المضرب، هنستخدم المعلقه وهنحط على النص كيلو دقيق ربع معلقه بيكنج باودر وذره ملح، وهنقلبهم كويس قوي مع الدقيق. انا خليت شويه دقيق على جنب، قلت عشان هشوف الكميه هتاخد الدقيق النص كيلو كله ولا لا. وفي الاخر خدت الكميه كلها، يعني خدت نص كيلو بالظبط يعني. القوام بتاعها بيبقى زي ما انتم شايفين طري، ما بيبقاش جامد، عشان خاطر لما بتحط في الكيس بتاع الحلواني تبقى طريه وتنزل معانا كويسه قوي. نفس المقادير دي ينفع نستخدمها في البوتيفور المكنه، بس قبل ما نشتغل بيها نحطها في التلاجة شويه عشان العجينه تمسك اكتر، عشان المكنه بتبقى عايزه العجينه جامده اكتر شويه من اللي هي الكيس. او بنزود المقدار بتاع الدقيق، نخليه 600 جرام دقيق على الكميه دي بدل 500 جرام دقيق. هنحطه زي ما انتم شايفين كده في الصواني. لازم نعملهم الحلويات بتاعه الكحك لازم نخبزها في صينيه تكون ألمونيا، علشان ما تحرقش المخبوزات من تحت. لازم تكون صينيه ألمونيا تكون تقيله عشان تسوي الحاجه كويس. نستخدم بقى الشكل اللي هو الوردة اللي بيطلعها الشكل ده، ممكن نعملها بقى بأشكال تانية، كل واحد بقى يفنن ويعمل بالأشكال اللي هو عايزها يعني. هندخلها في الفرن على درجة حرارة 200. انا كنت مشغله عليها الفرن فوق وتحت، قعدت بالظبط 7 دقايق او 8 دقايق او 10 دقايق على حسب كل واحد وفرنه. اهم حاجه ما يطلعش لونها احمر من فوق، البيتي فور مبيبقاش لونه احمر، هو بيبقى من تحت لونه ذهبي بسيط كده، والوش بتاعه بيبقى لونه ابيض زي ما هو، مبيبقاش واخد لون خالص. وما بنيجي نستنى طبعا بعد ما نطلعه ونسيبه يبرد خالص، ونجيب بقى الحشوة نلزقها بيه. لازم نلزقه بمربة مشمش، افضل حاجة للزق البيتي فور. بلاش فراولة وبلاش الحاجات دي عشان بتبقى باينة فيه وشكله مش بيبقى لطيف، فلازم نلزقه بمربة مشمش. ونستخدم بقى التزيين اللي احنا عايزينه، فارماسي شوكولاتة او الوان، شوكولاتة سايحة. انا استخدمت شوكولاتة سايحة، جبت شوكولاتة خام وحطيتها على حمام مائي لحد ما فكت، وبعد كده حطيت عليها معلقة زبدة صغيرة عشان خاطر تديها لمعة. او ممكن نفكها في الميكروويف ندخلها بالظبط دقيقة هتكون فكت معانا خالص وتبقى حلوة كده. الشوكولاتة لما بنلزقها بالبيتي فور في النص بتحافظ على طعم البيتي فور يكون ناشف وقوامه مناسب، المربى بتطريه شوية بتخلي طعمه حلو. ده حلو وده حلو، جربوه بالاتنين وشوفوا اللي هيعجبكم ايه. وفي الاخر طلع معانا بالشكل النهائي ده. جربوه متنسوش تقولوا رأيكم فيه ايه، والهنا والشفا.